السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء. هذا الفيديو جدا مهم بخبرين عاجلين مهمين بما يخص مراحل المنتهية والغير المنتهية. متابعينا وطلبتنا الأعزاء، بالنسبة للمراحل المنتهية هنالك خبر قادم بإذن الله اللي هو تقليص مادة اللغة العربية بالنسبة للصف السادس الإعدادي، وأيضا مادة الاجتماعيات بالنسبة للثالث متوسط، وأيضا سيكون هنالك تقليص بالنسبة للمواد الخاصة لطلبة السادس الابتدائي. فأنتم كل اللي عليكم الاشتراك في قناتي التليجرام، رابط قناتي التليجرام موجود في خانة التعليقات، التعليق المثبت، اشترك بها وفعل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. ايضا يا متابعينا ويا طلابنا الاعزاء، هنالك بعض الطلاب جاي تسال هل يوم غدا دوام او لا، شنو مشكله، باش راح نداوم لو عطله، وغيرها من هذه التفاصيل اللي صار بها لغط وضجه كبيره، والبعض لحد هذه اللحظه ما فاهم شنو الوضعيه. متابعينا وطلابنا الاعزاء، تريد تعرف دوام او لا، هو غدا دوام، لكن الى بعض المدارس والى بعض الاستثناءات. تريد تعرف انت باش غدا دوام، اسال المدير، اسال المعلم الخاص بك، لان هنالك التربيه وافقت على ان يكون سبت دوام رسمي لبعض المدارس بسبب الزخم واكتظاظ الطلاب، يعني الاعداد الهائله اللي جت خاصه في هذه السنه، يعني اكثر من 1,000,000 طالب تم تسجيله، وهذا الشيء سبب زخم كبير جدا الى ادارات المدارس. وزاره التربيه اعطتهم السماح او اعطتهم عادي، ماكو اي مشكله انه يداومون يوم السبت لبعض المراحل. فانت تريد تعرف يوم غد دوام او لا، تاكد من المدير او من اداره المدرسه نفسها، وبعد راح يعطوك الخبر. قد تكون مشمول بالدوام او قد لا تكون. فتحياتي للجميع، اتمنى قد وضحت الفكره بالنسبه لتقاليص الماده، وايضا بالنسبه للعطله يوم غد السبت. تحياتي للجميع، اشترك في القناه وفعل الجرس. دمتم بخير وحفظ وامان، مع الف سلامه.